السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزيمة الزمالك. الزمالك خسر النهاردة من وادي دجلة 2-1. الزمالك لا يستحق النهاردة ان هو يفوز. تمام، اداء كارثي، اداء ولا اروع من وادي دجلة بصراحة. يعني الزمالك النهاردة كان بيقدم ضحك كروي بمعنى الكلمة. تمام، زي الاهلي، زي الاهلي امبارح برضه عشان نكون منصفين. الاهلي امبارح برضه كان بيقدم ضحك. ما جاش ملعب المباراة. طبعا كلنا عارفين بسبب المدير الفني شرابة الخرج اللي جايبينه لنا مجلس الإدارة. والحمد لله ان هو مشي النهارده. قرار متأخر، كان المفروض من اول الدوري كان مشي، وانا قلت الكلام ده. تمام. وطبعا كالعادة الكابتن رضا عبد العال طالع في فيديو بيتكلم وعمال يقول لك مش عارف ايه ما انت بتتكلم على الزمالك. طيب يعني مش فاهم انت مالك ومال الاهلي؟ نزلت فيديو امبارح للاهلي، خلاص بقى خلصت. قلت اتكلمت على الاهلي وقطعت في المدرب وقطعت في اللعيبه وخربت الدنيا. طب انت النهارده بتتكلم على نادي الزمالك، ايه بقى اللي دخل الاهلي في الموضوع؟ مش قادر برضو تنسى الاهلي، لازم تحط الاهلي في جمله مفيده. مصر ان انت تحط الاهلي في جمله مفيده ليه؟ انا مش فاهم. يا عم انت النهارده بتتكلم على الزمالك. الزمالك خسر وقدم اداء كارثي، وادي دجله قدم مستوى ولا اروع. بصراحه محدش توقع ان وادي دجله هيظهر بالمستوى ده. ولكن الزمالك لا يستحق، ما لعبش، ما جاش. اتكلم بقى على فرقتك، واتكلم على الفرقه بقى اللي انت بتقعد كل شويه تطبل لها وتقول الزمالك ومش الزمالك. مالك ومال الاهلي؟ وبرضه يلف برضه يقول لك زيزو. يا عم انت مالك ومال زيزو؟ يا عم ماله زيزو؟ ما هو زيزو ده انت كنت يعني عمال تقول هو ومش هو واحسن لاعب في مصر، ولما ما خدش الجايزه قعدت تتكلم وتقول حرام ومظلوم ومش عارف ايه وكنت بتدافع عنه. دلوقتي زيزو بقى وحش. انا مستغرب في امرك بصراحه. تمام. فيا كابتن رضا، ركز في تصريحاتك وركز في الكلام اللي بتطلع تقوله، وحاول تنسى الاهلي شويه. يعني قدم اداء وحش اطلع اتكلم عليه، بس مش كل فيديو بقى تقعد تقول الاهلي ومش الاهلي ومش عارف ايه. يا عم نفسي اعرف الاهلي عامل لك ايه. ركز مع فرقتك والفرقه اللي انت بتطبل لها. احترامي الكامل لحضرتك، ولكن خف على الاهلي شويه، لان هي العمليه اقسم بالله ما ناقصه. العمليه مش ناقصه يا كابتن رضا. ركز مع فرقتك وركز مع الفرقه اللي انت بتحب ان انت تطلع تتكلم عليها.